والله شفت يعني المنتخب المغربي يعني ما عندوش مستوى يعني عالي كبير. هو مقارنة بالسنغال ولا كونغو. لا هو منتخب يعني في نفس المستوى في المنتخب تاعنا، خاصة يعني في القوة البدنية ولا مورفولوجيا تاع اللاعبين في نفس يعني مستوى. هو منتخب يعني في نيل تاعنا يعني نقدروا نربحوا يعني عليه فاسيلمون. حكيم. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتناولوا واحد جوج ديال المواضيع. الموضوع الاول هو كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو الاحداث. غادي نذكروا بالاحداث اللي كانت وقعت مع في واحد المقابله ديال كره القدم، على ما اعتقد المقابله ديال نفس يعني الفئة، المنتخب الوطني المغربي مع المنتخب ديال الجزائر في الجزائر كذلك. هاد الأحداث كانت وقعت يعني هي أحداث خطيرة تم فيها الاعتداء على يعني اللاعبة المغاربة. كذلك كان تم التضييق على الصحافة، أعضاء ديال الصحافة الرياضية المغربية. كما شفتوا الشتم والركل والرفس والاعتداءات ديال المنتخب ديال اللعابه ديال منتخب الجزائر على اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي. بالنسبه يعني اللعابه المنتخب يعني هاد اللعابه راه كما كنقولوا اللعابه راه صغار اصلا، هادو راه كانوا مشحونين. يعني كتشوف انطلاقا من داكشي بعد نهايه المقابله كيفاش ان دوك اللعابه مباشره اتجهوا للعابه المغاربه وبداو يعني واحد الاعتداءات همجيه على اللعابه المغاربه. هذه يعني الحدث الاول. والنقطه الثانيه كما شفتوا كذلك في الفيديو عاوتاني غادي نرجعوا مره اخرى للصحافه الرياضيه الجزائريه وكيفاش انها علقت على المقابله اللي جرى المنتخب الوطني المغربي مع المنتخب الزامبي، وكيفاش انهم علقوا بانه واعتبروا بان المنتخب الوطني المغربي في المواجهه ديالو يوم الاربعاء المقبل مع المنتخب ديال الجزائر غتكون هذه المقابله يعني كيعتبروها انها مقابله في كما كنقولوا يمكن لهم انهم كما صرحوا يعني غتكون بالنسبه لهم مقابله سهله، ويكون الدعم ديال الجمهور وبحكم التقارب في اللعب وكذلك المنتخب الوطني المغربي ما قدمش واحد العرض جيد مع المنتخب الزامبي، انهزم بهدفين مقابل هدف واحد. اذا هما كما كنقولوا يعني راه دايرين في كرشهم كما كنقولوا بصريح العباره. الى شفتوا الصحافه الرياضيه ديالهم في جميع القنوات الرسميه ديالهم كلهم اي تعليق يعني في اي صحافي كيعلق كيقول بانه راه المنتخب الجزائري ممكن بالدعم ديال الجمهور وبحكم التقارب الثقافه في اللعب الى اخره انه غادي يتمكن بسهوله من الفوز على المنتخب الوطني المغربي. علاش؟ لانه ما قدمش واحد العرض جيد امام المنتخب الزامبي، وما عارفينش بانه يعني في الخطه ديال المدرب سعيد شيبه انه دخل يعني في مع الماتش ديال المنتخب الزامبي يعني دخل بلعابه جداد يعني كلهم تقريبا واحد 10 ولا 9 هما كلهم اللعابه كانوا في الاحتياط يعني احتياطيين. جرب الفريق الثاني اللي كان محطوط في الاحتياط ما كنقولوا في دكات البدلاء اللي كنتمناو حنا ان شاء الله بحول الله يوم الاربعاء، ونتمناو انهم ما يخيبوناش الاعضاء اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي. نتمناو انهم يدخلوا بواحد عزيمه قويه، رغم انه يعني غيكون الجزائريين غيكونوا مدعمين بالجمهور ديالهم. ومره اخرى نتمناو انه تكون يعني تسود الروح الرياضيه في هذه المقابله وما يتمش الاعتداءات وما يتمش الساب والشاتم والمعايره كذلك كما مولفين نشوفوا في المدرجات في الملاعب الجزائريه ديما ملي كتكون شي مواجهه مع المنتخب الوطني المغربي.
ديما كيكونش السب والشتم الى اخره، ناهيك على الرمي كما كنقولوا بالقراعي الى اخره. اذا هذه راه يعني المغاربه راه تعودوا عليها، ونتمنى ما تكونش هذه الاحداث هذه. وكذلك بالنسبه كما قلت نتمنى انه المدرب سعيد شيبه يعني يدخل كما كنقولوا يحفز اللعابه مزيان، ويدخلوا بواحد الخطه محكمه، ويكون واحد التنظيم محكم في رقعات الميدان، باش انهم يسدوا كذلك يسدوا المنافذ. احنا كنعرفوا بان المنتخب الجزائري يعني عنده واحد الهفوات في الدفاع، عنده الدفاع ديالو ضعيف، ونتمنى انه هاد النقاط الضعف يستغلهم الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي، ويعني ويديروا واحد النتيجه ايجابيه اللي يقدر غتاهلهم ان شاء الله بحول الله للدور الدومي فينال، وكذلك تاهلهم مباشره لكاس العالم. اذا حبيت انني غير نذكر كما قلت لكم بهاد جوج ديال النقاط. النقطه الاولى انه الاحداث اللي كانت وقعت وحنا يعني المغاربه كاملين كيتذكروها، وكنحضروا من التكرار ديال هاد الاحداث اللا رياضيه والاحداث الخطيره. نتمنى ان المقابله تدوز في روح رياضيه، وكذلك نذكركم بالتصريحات ديال قنوات العار، قنوات الدل والعار ديال الجزائريين والصحافه كما كنقولوا، اللي ما عندها حتى شي تحليل الا القليل ديال بعض الصحفيين الرياضيين الجزائريين اللي كتلاحظ وكتلمس في يعني من خلال التصريحات ديالهم انهم كاين شويه ديال المنطق وشويه ديال الموضوعيه في التحليل ديال المباريات الرياضيه، ماشي غير المباريات المتعلقه بالمنتخب الوطني المغربي، حتى يعني المباريات ديال كره القدم بصفه عامه. يعني ما كيكونش واحد التحليل، كيكون واحد ماشي تحليل منطقي، انا كنعتبره تحليل غير منطقي وغير موضوعي. هادشي اللي كاين. نتمنى انكم تدعمونا بالاشتراكات ديالكم في القناه. هذه القناه الثانيه ديالي. القناه الاولى راه غتلقاو الرابط ديالها، هي قناه تعليميه. هذه قناه يعني كنتناول فيها ان شاء الله غنتناولوا فيها جميع المواضيع، لا رياضيه ثقافيه علميه الى اخره. نتمنى انكم تدعمونا بالاشتراكات ديالكم وتفعلوا الجرس وتديروا لنا تعليقات، وموعدنا في فيديو قادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.